السيسي لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. بيسعدنا يكون معنا لقراءة أكثر تفصيلا لهذه القرارات الدكتور رمضان معروف الخبير الاقتصادي. أهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا يا فندم. مشرفنا. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك بخير. ولكن قبل ما نبدأ لقائنا نتعرف من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والكلمة اللي وجهها وعرض فيها هذه القرارات الهامة. وأحدثكم بوضوح أن صوت المصريين يصل مسامعي، وأحلامهم هي ذاتها أحلامي، ولا تختلف آمالهم عن آمالي، ولأنني أستشعر احتياجاتهم وأقدرها، فقد قررت توجيه الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة لتنفيذ ما يلي. أولاً، زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام. ثانياً، زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة ليصبح 4000 جنيه بدلاً من 3500 لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وفقاً لمناطق الاستحقاق. ثالثاً، رفع الحد الإعفائي الضريبي بنسبة 25%، وذلك من 36,000 جنيه إلى 45,000 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال رجعنا مع حضراتكم بعد ما سمعنا مجموعة من القرارات اللي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعا الدولة بأجهزتها لتنفيذها. هي 8 قرارات بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، وهنتابع مع حضراتكم هذه القرارات مرة أخرى. وبإجمالي 5 ملايين أسرة. خامساً، مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 بإجمالي 11 مليون مواطن. سادساً، سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة ووفقاً للمخصصات بذات الشأن. سابعاً، قيام البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك قبل أول يناير 2022. ثامناً، إعفاء المتعثرين من سداد فواتير وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية بحد أقصى بنهاية 2024. احنا بنتكلم على الفوائد، غرامات التأخير وسداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة. شعب مصر العظيم، ستظل مصرنا الغالية العزيزة هي نقطة التلاقي التي تجمع قلوب المصريين في حبها وسواعدهم لبنائها وأحلامهم لقوتها وعزتها. وستبقى إرادة المصريين هي سر قوتنا ووحدتنا، هي ضامن بقائنا، ولقاؤنا مرهون بقوة أحلامنا وآمالنا في وطن يليق بعراقته وجهود حاضرنا وإشراقة مستقبلنا. وستبقى مصر بإذن الله هي مبتدأ الأمر وستبقى مصر بإذن الله
هي مبتدأ الأمر وخبره، وبنا جميعا إن شاء الله. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. مشاهدينا، 8 قرارات هامة للتخفيف عن عبء وكاهل المواطن أقرها الرئيس السيسي وطلب بتنفيذها من أجهزة الدولة. جاءت هذه القرارات في افتتاحات ببني سويف. هذه القرارات ليها مردود بالتأكيد هام، وده اللي هنعرفه من ضيفنا اللي بنرحب بيه مرة تانية، دكتور رمضان معروف. القرارات دي يعني بتعكس إيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي بدور الدولة في مساندة المواطن لمواجهة التحديات الاقتصادية. يا ريت حضرتك تكلمنا بصورة مفصلة عن هذا الأمر. هو بداية في بداية حوار السيد الرئيس قال أسمع أنين المصريين أو أسمع شكوى المصريين، خاصة بعد موجة التضخم العاتية التي أصابت المجتمع المصري كاملا، سواء كان لها تداعيات خارجية بسبب ارتفاع المواد الغذائية عالميا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، أو بسبب بعض القرارات الاقتصادية الخاصة بالتعويم واللي رفعت عندنا أسعار كافة السلع داخل الاقتصاد القومي المصري. وبالتالي حينما يكون هناك توجه من الدولة بالحس الاجتماعي والتوجه الاجتماعي للمواطن، هذا معناه أن الدولة أو أن السيد الرئيس بيضع المواطن في أولوياته وأنه يستمع إلى أنينه وشكواه. كل المصريين في الفترة الأخيرة لاحظوا انخفاض القوى الشرائية للجنيه. حضرتك كنت مثلا لو كان معاك جنيه كان بيجيب بيضة، دلوقتي البيضة ب5 جنيه، فبالتالي نفس الجنيه بيجيب 5 بيضة، ما بيجيبش بيضة واحدة، فبيجيب 5 بيضة. وبالتالي ده معناته تآكل القوى الشرائية للجنيه المصري، أو إن الدخل الحقيقي للمواطن قيمته من سلع وخدمات بتقل عما كان موجود مسبقا. طبعا احنا عندنا الناس اللي شغالة في الجهاز الإداري دي الناس بنسميهم رواتب ثابتة، يعني هو مصدر الدخل الأساسي بتاعه هو الراتب الذي يتقاضاه شهريا من الحكومة، سواء كان شغال في الحكم المحلي أو غيره أو غيره أو غيره، هو ده المصدر الأساسي للدخل بتاعه. التضخم بصفة عامة بينفع اتنين وبيضر اتنين. بيضر أول حاجة المواطن أو المواطنين ذات الدخل الثابت، لأن دخلك ما زادش والأسعار ارتفعت عليه، وبالتالي ما لديك من نقود أو من دخل ما عادش بيجيب نفس السلع أو قيمة الحاجات اللي أنت كنت بتجيبها قبل كده. بيضر المدين، إن أنا اديت حضرتك 100,000 جنيه السنة دي، جبت بيهم عربية، بس العربية دي قيمتها السنة اللي بعدها بقت 200,000 جنيه، أنت مدينة ليها ب100,000 فقط، وبالتالي 100,000 جنيه بتاعتي اللي أنا مدين بيها أنت مدينة بيها ليها، أنا اللي خسران مش حضرتك اللي خسران. بينفع الناس أصحاب الدخل المتغير اللي هم الحرفيين وأصحاب المهن بقى، الدكاترة والمحامين وآخره، لأن الناس دول بيرفعوا الفيزيتا بتاعتهم أوتوماتيك مع ارتفاع أي سعر داخل الدولة أو داخل الاقتصاد القومي، فهو أوتوماتيك بيرفع الفيزيتا بتاعته أو السعر بتاعه، وبالتالي هو بيستفيد من ارتفاع الأسعار أو بيعوض ذلك. لكن صاحب الدخل الثابت ما بيقدرش يعوض. الداين ايضا بيستفيد، زي ما قلت لحضرتك انا كمدين اديتك ال100,000 انا انضريت، ولكن كداين انا انضريت، ولكن لو استغليت الفلوس دي لو استغلتهم في سلعه قيمتها بتزيد او في حاجه المدين استفاد. هنا الدائن اللي هو صاحب الفلوس هو اللي انضر، يعني المدين اللي استفاد. البنوك ما بتستفدش يعني يا دكتور؟ لا، ما البنوك بتعمل حساب لكده، ما حضرتك البنوك بتعمل الفايده هو ده مقابل نسبه التضخم اللي بتحدث داخل المجتمع. صحيح. فالبنك بيعمل حساب الموضوع ده في نسبه ال10 ل 20% اللي بيعملها كفايده، فبيعوض بيها قيمه الفلوس. طيب نتعرف اكتر على التاثير الايجابي بقى للقرارات دي، سواء على العاملين في الدوله او غير العاملين. هو طبعا اهم شيء في القرارات ديت ان انا الاسعار ما ترتفعش عليا. يعني انت غلاء المعيشه كانت 300 بقت 600، المفروض ان ال600 دول تظل اسعار السلع كما هي، لكن لو اسعار السلع زادت وانا خدت 600 يبقى اذا القرارات دي لن تؤتي ثمارها. تؤتي ثمارها امتى؟ اذا ظلت الاسعار ثابته او انخفضت. يعني اسعار السلع موجوده دلوقتي ثابته، ويفضل ان هي تكون مائله الى انخفاض، يبقى اذا انا زودت القوه الشرائيه للمواطن. ال600 جنيه اللي انت خدتيهم هيقدروا يعملوا معاك حاجه هتستفيدي منه. طيب ما ده يا دكتور مختلف عن سياسه العرض والطلب اللي احنا بنتعامل بيها. هل في اليات ممكن الدوله تتخذها عشان تحاول تسيطر على الاسعار، انها يعني زي ما حضرتك بتقول ان لم تكن هتنخفض على الاقل تفضل ثابته؟ بالنسبة لآليات العرض والطلب داخل السوق المصري للأسف يعني أثبتت فشلها في كثير من الأحوال، لأن ما عندناش الثقافة الاقتصادية إن كل واحد يقدر يطلب الحاجة اللي هي على قد حجمه فقط لا غير، ونفس الطريقة إن صاحب العرض اللي هو المنتج أو صاحب المصنع هو عايز يحقق أكبر ربح ممكن على حساب المستهلك. فالثقافة اللي هي إن إحنا نراعي بعض دي مش موجودة. كل واحد بيحاول هيكسب قد ايه من الاخر،
وبالتالي لابد ان تكون هناك سياسات من الدوله فيما يسمى باقتصادات السوق الاجتماعي، ان انا اتدخل بزياده المعروض. وشفنا النهارده رئيس الوزراء امبارح ولا امبارح افتتح معرض اهلا بالمدارس، ويا ريت ان يكون هذا المعرض في كل مركز وفي كل مدينه وفي كل قريه، بحيث انه اقدر اوصل للمواطن بالسعر او الانخفاض اللي انا بعمله ده. وهنا بتبقى مسؤوليه كل محافظ ومسؤوليه كل وزير داخل وزارته انه يعمل الحاجه دي، لان الاليات العرض والطلب لم تؤتي ثمارها، وبدليل ان احنا خلال الفتره منذ 2016 حتى الان لم تؤتي قوى العرض والطلب ثمارها. كان اللي بيتحمل نتيجة ذلك هو المواطن البسيط، وبالتالي لابد من وجود آليات تتدخل فيها الدولة لدعم هذا المواطن، إما إن أنت بتزود المعروض أو إما إنك بتعمل كنترول على السعر. لازم يكون في حملات رقابية، لازم يكون في متابعة لتجار الجملة تحديدا، لأن تجار الجملة في كل السلع تقريبا هم اللي بيتحكموا في أسعار السلع وإلى آخره. لما بتعمل الدولة أسعار استرشادية بيواجهها تجار الجملة بالظبط، والأسعار الاسترشادية بيبقى سعر استرشادي لما سوف يكون عليه المستقبل بالنسبة للسلع دي، ولكن أنا لازم يكون عندي احتياطي استراتيجي من كل السلع الاستراتيجية على الأقل، مش هقول كل السلع ولكن السلع الاستراتيجية الأساسية، قمح ورز زيت الحاجات ديت، 5-6 سلع أساسية هم دول بيقوم عليهم الاقتصاد بتاعي، اللي أنا أقدر أتدخل بآليات لزيادة المعروض حينما تحيد آليات العرض والطلب عن تحقيق السوق الاجتماعي أو مراعاة الفئات الأكثر فقرا أو الأكثر معاناة. لابد أن الدولة أن تكون لديها الآليات في أن هي تتدخل لزيادة هذا المعروض عشان ينخفض السعر أو تحدث نوع من التوازن في السعر. طيب القرارات دي يعني نقدر نقول أنها حزمة من القرارات للحماية الاجتماعية وبتستهدف زيادة قدرة المواطن على مواجهة التضخم. إلى أي مدى بالفعل هذه القرارات ممكن تكون في هذا الصدد؟ هو هنقسم القرارات الى جزئين او 3 اجزاء. الجزء الاولاني الخاص باصحاب المعاشات واصحاب الدخل الثابت اللي هم الموظفين، ودي طبعا هتبقى تعود عليهم بالايجاب حاله ثبات الاسعار او انخفاضها، وانا بربط دوت بحاله ثبات الاسعار داخل السوق او انخفاض هذه الاسعار. فاذا لم تنخفض الاسعار ولم تثبت الاسعار يبقى اذا القرارات مش هتؤتي ثمار، يبقى اذا لابد للدوله ان يكون لها اليات تسند في موضوع السعر خلال الفتره القادمه. مثلا تسعير المحروقات، المفروض ان انا اعمل تسعير المحروقات ده سنويا وليس كل 3 شهور. احنا عندنا لجنه تسعير المحروقات كل 3 شهور، ده ما بيعملش يعني توازن او ثبات للسياسات الاقتصاديه داخل الاقتصاد القومي. انا كصاحب مصنع، طيب ما انت عندك عالميا بيتحرك، انا هيتحرك عالميا. انا دوري ايه؟ انا دلوقتي افترض ان انا عندي جزء اساسي من تكلفه المنتج بتاعي زي مصانع الاسمنت مثلا، جزء اساسي منها الطاقه دي، وبالتالي انا سعرت طن الاسمنت في بدايه السنه على سعر معين، هتيجي تغيره لي كل 3 شهور، ممكن انا اوصل لنهايه السنه محقق خسائر، لإما ان انا كل 3 شهور هغير السعر بتاعي، وبالتالي ده لا يؤدي الى ثبات السياسات الاقتصاديه. انا كمستثمر جاي اخد مصنع اسمنت او اشتغل في هذا القطاع او غيره او غيره او غيره، انا محتاج ثبات التكلفه عشان اقدر احدد هامش الربح بتاعي، لان اللي بيحصل ايه؟ بيعمل ازاحه للسعر وتكون في النهايه على حساب المستهلك النهائي. وبالتالي انا كدوله لابد يكون لي رؤيه على الاجل الطويل اراعي فيها البعد الاجتماعي اللي السيد الرئيس اشار اليه اليوم. هذا الامر بيقتضي ثبات السياسات الاقتصاديه عشان يجي لي مستثمر محلي يشتغل، والمستثمر الاجنبي اللي جاي من بره هيعرف يشتغل معاه. يعني في بدايه السنه هقول له والله السعر هيبقى كذا، خلاص يبقى هو عارف ان لمده عام كامل سعر الطاقه هيكون كذا، هيحدد هامش الربح بتاعه، هيحدد سعر المنتج النهائي، هيعمل استقرار في السوق على الاقل. ولكن اما تروح حضرتك اي محل ادوات كهربائيه بيبقى عنده ستوك قديم، في ثلاجه يقول لك لا ما فيش، ويبقى عنده الستوك، هو عارف ان جاله زياده 10% او 20%، اوتوماتيك يروح رافع السعر ويروح بايع بالسعر الجديد، يجي له زياده ثانيه هو لسه عنده ستوك القديم يروح رافع وعنده الستوك القديم، يبقى الزيادات ديت هو اللي بيستفيد منها التاجر او المحل، ولكن لا يستفيد منها المواطن. في نفس الوقت تحريك الاسعار دي زي ما قلت لحضرتك ما بتعملش استقرار اقتصادي ولا استقرار اجتماعي داخل المجتمع. انت لو مثلا بتجوز اختك ولا بنتك ولا كده عامله هامش او ميزانيه معينه تجيب لها ثلاجه وغساله وبوتاجاز الى اخره، فجاه تلاقي الحاجات دي زادت 20%. طب انت هتوفري منين؟ ندخل بقى في موضوع الغرامات وندخل بقى تقترض الست عشان تجوز بنتها. فالبعد الاجتماعي هنا بيتاثر تاثير سلبي اذا لم تستقر الاسعار. تمام. بالنسبه لرفع حد الاعفاء الضريبي،
طبعا رفع لحد مش أول الإعفاء مرة الضريبي هو 45,000 وكان 36,000 كان واترفع 25 اه قبل كده. كان 25 واترفع ل 36 واترفع ل 45. الرفع ده كله معناته ان المواطن اللي هو دخله بسيط انا ما بقتطعش منه ضريبه، لان الضريبه تقتطع من الدخل، فاما اسيب جزء من الدخل حضرتك انت بتقدر تستفيد منه، يبقى هذا الجزء المستقطع منك بقى في ايدك انت، فبتستطيع انه يعوض جزء من القوة الشرائية، تستطيع انك تغطي بيه بعض الالتزامات. الاعفاءات الضريبية مطلوبة سواء على المستوى الشخصي بالنسبة للضريبة الشخصية اللي هي ضريبة الدخل، وايضا مطلوبة بالنسبة للمشروعات اللي هي رجال الاعمال، خاصة المشروعات اللي هي بتحل لي المشاكل الاستراتيجية بتاعتي، اللي بيشتغل مثلا في انتاج الخامات الدوائية، اللي بيشتغل في انتاج السلع الاستراتيجية اللي انا بحل بيها محل الواردات. انا محتاج الناس دي. الرخصة الذهبية اللي السيد الرئيس تفضل واتكلم عنها، انا اتمنى ان هي تتفتح لمدة عام كامل، لان الاستثمار هو الحل لكل المشاكل اللي احنا بنعاني منها دلوقتي، سواء فيما يتعلق بالعملة، سواء فيما يتعلق بالاسعار السلع، سواء فيما يتعلق بزيادة الناتج المحلي، سواء فيما يتعلق بزيادة فرص العمل او القضاء على مشاكل البطالة والقضاء على الفقر. هو المحل او المفتاح السحري في الفترة الحالية هو الاستثمار، وبالتالي حينما يتواجد الاستثمار بستطيع ان انا احل جميع المشاكل دي. فياريت تكون الرخصة الذهبية لمدة عام كامل وليست في بعض الاستثناءات. طيب يعني احنا عندنا تحديات اقتصادية مرتبطة يعني بمتغيرات دولية وعالمية، إلى أي مدى شايف إنه ده مأثر بصورة كبيرة على الاقتصاد المصري؟ هو مصر جزء من العالم، وشيء طبيعي ان هي بتتأثر سلبا او ايجابا. انا عايز اقول حاجه، يعني شيء طبيعي ان العالم متغير، سنه ربنا في الكون ان العالم دايما متغير، ولكن انا لازم تكون عندي السياسات اللي هي تحافظ على الاكتفاء الذاتي بتاعي، السياسات اللي تحافظ على الامن الغذائي المصري، السياسات اللي تحافظ على زياده الصادرات اللي اقدر اوفر بها الدولار، السياسات اللي تحافظ على زياده الاستثمارات بتاعتي، السياسات اللي تعمل لي توازن على الاجل الطويل داخل الاقتصاد القومي. لان حينما يكون لديك بعد او عندك رؤيه للمستقبل فانت بتاخد اجراءات احترازيه، وشفناها في كورونا ان كان معظم من دول العالم بتعاني من فجوه غذائيه. بفضل ربنا سبحانه وتعالى كان عندنا الرؤيه الاستراتيجيه لتوفير بعض السلع او المخزونات الاستراتيجيه لبعض السلع لمده 4 شهور او 5 شهور او هذا الشيء، فده اللي حمانا من الازمه العالميه الخارجيه. ويمكن ازمه كورونا كانت كاشفه في فكره ان كل دوله لابد ان هي تسعى لتحقيق فكره الاكتفاء الذاتي على الاقل بنسبه 70 الى 80% اكتفاء ذاتي. ما فيش دوله تقدر تكتفي ذاتيا 100%، ده أكيد. شيء طبيعي، لان في محاصيل زراعيه لا البيئه بتاعتك او المناخ لا يسمح بزراعتها، ولكن على الاقل يبقى عندك 70 او 80% من الاكتفاء الذاتي، وبكده انت بتعصم نفسك او بتحمي نفسك من التغيرات والتقلبات الخارجيه، خاصه واحنا في عصر في تكتلات اقتصاديه، في حروب على المستوى العالمي، في تحالفات، في تكتلات، في دول لها مصالح، فلازم انت تشوف المصلحه بتاعتك فين. وانا ارى مصلحه مصر في الاكتفاء الذاتي. من ضمن القرارات أو التصريحات الخاصة بالرئيس كان خطوات معدودة تفصلنا عن انفراج الأزمة الاقتصادية. والله أنا أتمنى أن الخطوة دي تبدأ أن احنا يعني ينتهي موضوع التعويم، وينتهي موضوع يعني رشدة صندوق النقد الدولي اللي هي كانت صعبة علينا، كانت صعبة بقوة على الاقتصاد المصري. وحقيقة هي الفجوة الدولارية اللي احنا بنعاني منها هي السبب الأساسي في الفترة اللي احنا بنعاني منها دلوقتي، وتوفير الدولار. نتمنى أن يكون عندنا مصادر بديلة للدولار، سواء فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي أو زيادة الصادرات أو زيادة السياحة أو زيادة دخل قناة السويس أو زيادة تحويلات العاملين بالخارج. وفي حتة تحويلات العاملين بالخارج أنا بنتهز هذه الفرصة، لأن احنا الحاجة الوحيدة اللي نقدر نعملها في الفترة الحالية هو تصدير العمالة للخارج، لأن ده أسرع حاجة هتجيب لك دخل. وحينما أصدر عمالة للدول الخارجية، عندنا أوروبا دولة يعني بيسموها القارة العجوز وبدأ يحصل فيها يعني سن الشباب ما عادش موجود قوي، أستراليا نفس الطريقة، في دول كتيرة محتاجة العمالة المصرية، في دول أيضا بترحب بالمصريين للزواج والإقامة وتكون أسر والمعيشة وإلى آخره. كل ده مطلوب على أساس إن أنا أقدر أزود تحويلات المصريين في الخارج وأحل بها أزمة الدولار، أيضا إن أنا أقضي على منابع اللي ينفق فيها الدولار، خاصة تجارة المخدرات، التهريب عبر المنافذ الجمركية أو الحدود أو شيء من هذا القبيل، التجارة الأعضاء والتجارة غير المشروعة بكل أشكالها، دي كل ده بينفق عليه دولار، تجارة السلاح إلى آخره. أيضا عندي تجارة الفوركس وتجارة العملات المشفرة، ده جزء بياخد من الدولار وبيمثل تسرب للدولار داخل الاقتصاد المصري. فلما بقفل يعني باب التسرب، رغم ان مصر مش معترفة او هي غير معترفة ولكن موجودة، ولكن موجودة يعني موجودة من خلال
المنصات او ما هي بطريقه تجارة المخدرات ملتويه. هل الدولة بتعترف بتجارة المخدرات أو بتجارة السلاح؟ ولكن هي موجودة. فأنا بقول نقفل بقى المنافذ دي على أساس إن أنا ما يبقاش عندي تسرب للدولار، لأن الدولار هو الأساس في الفترة الحالية. هو زي ما الناس بتقبل على المستريح كده وبتروح تحط فلوسها وهي معتقده ان هو يديها ال 40% ربح، يعني هم عارفين ان هو يعني الامر مش طيب او مش حقيقي. وكل ما بيتم القبض على حد بنرجع يعني يصعب علينا الناس، ما هي الناس ما بتطلعش للاسف. لكن انا ليا رؤيه حضرتك اللي هو تصدير العماله ده عنصر اساسي جدا. التوجه بقى نحو تصنيع الخامات الدوائيه، والسيد الرئيس كان بيقول هنعمل مدينه كامله صناعه الدواء، لانه مهم جدا. لان انا طبعا الدواء سعره بيتغير كل يومين ثلاثه، وحاجات ضربت في 2 و3، فطبعا ده بيمثل عبء على المواطن المصري. انا ما بصنع الخامات الدوائيه داخل مصر، اذا انا اقدر اوفر المنتج المحلي. عند القاره الافريقيه سوق خصب ليا، اقدر اصدر الخامات الدوائيه دوت لافريقيا ويبقى لي الرياده في هذا المجال. عندي ملف القمح مهم جدا، لازم اشتغل عليه وبكثافه وبكافه الطرق والاساليب العلميه، سواء توسع راسي ان انا ازود انتاجيه الفدان من القمح، او توسع افقي ان انا ازود المساحه المزروعه، لان انا بنتج حوالي 10 مليون، احتياجاتي 22 مليون، فانا بستورد 12 مليون طن قمح سنويا. فلازم وزير الزراعه يهتم بهذا الملف ويضع ضمن اولوياته، لان القمح دي سلعه استراتيجيه امن قومي، وبالتالي لابد ان احنا نشتغل على الملف ده ونحاول قدر المستطاع ان احنا نقلل الفجوه الغذائيه فيما يتعلق بملف الملح، سياقا بقى نقول الزيوت وكل المنتجات اللي بنستوردها. طيب دكتور، لو اتكلمنا عن التضخم وايه الاليات اللي ممكن الدوله تتخذها رغم الظروف العالميه؟ التضخم حضرتك مش احنا بس المعنيين. التضخم انا ممكن حاجتين اشتغل عليهم، اما ان انا اشتغل على جانب الطلب او اشتغل على جانب العرض. جانب الطلب اللي هو حجم المستهلكين اللي بيشتروا السلع، اوتوماتيك مع انخفاض القوه الشرائيه انخفض حجم الطلب. تمام. طيب الجانب العرض ان الاحتكار هو اللي بيجيب اثر يعني دبل مع موضوع التضخم. ان هقول لك على حاجه، سعر السجاير مثلا ب 24 جنيه بتنباع ب 50 جنيه. هل الشركه بتطلعها بالسعر ده؟ لا، الشركه بتطلعها ب 24 جنيه. موارد الدوله اللي بتدخل للدوله هي ال 24 جنيه، ما بيخشش اكتر من كده. وبالتالي الهامش الربح اللي بيروح للتجار ده لابد ان يكون اليات رقابيه، اليات فاعله، تشديد العقوبه، تغليظ العقوبه، المراقبه الدائمه للاسواق، التدخل بجانب العرض اللي زي ما قلت لحضرتك عليه. ان انا ما عنديش دخان او تبغى ان انا اصنع السجاير فاقلل معروض منها، فما قل المعروض كل واحد عنده شويه بدا يرفع السعر على الناس. طب انا لو زودت المعروض ايه اللي هيحصل؟ اوتوماتيك السعر هينزل. يبقى احدى اليات التحكم في التضخم ان انا اتزود المعروض. ده هياخدنا لان انا عايزه استورد، والاستيراد ده هيبقى بالعمله الصعبه، فانا مش هحط الدولار في لا، ما انا عندي بديل بقى. يعني انا بدل ما طيب انا ادي شركه الدخان ديت الشرقيه للدخان محققه 7.7 مليار جنيه ارباح السنه، ماشي، اديها 100,000 فدان تسرح تبغ، ايه المشكله يعني؟ يبقى اذا هنا يبقى عندي البديل محلي، ان انا لما ازرع البديل المحلي بدل ما استورد اقدر اصنع الدخان في مصر، بدل ما اجيبه بالدولار هيبقى منتج مزروع محلي وانتج المنتج المحلي بتاعي. البدائل كثيره، بس عايزه الفكر الاقتصادي الرشيد اللي يدير المنظومه في ضوء فكره الاكتفاء الذاتي. طيب يعني من ضمن كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي انه اشار ان الدوله لم تدخر جهدا لاحتواء اثار الازمات الاقتصاديه. طبعا هو اي مشكله اقتصاديه بتبقى الدوله هي اللي في المقدمه، سواء ممثله في النظام السياسي الحاكم او في الحكومه، لان المواطن ما يعرفش غير الدوله، ده شيء طبيعي. الدوله بيبقى عندها مشكله ان هي عندها موارد معينه وعندها احتياجات اكتر، فهو بيبقى دوره يحاول يوفق ما بين الاحتياجات الكبيره والموارد المحدوده دي. في الضوء دوت الحكومات كلها بتسعى الى ان هي توفي حاجه المواطنين بالموارد المحدوده. وحتى احنا في تعريف المشكله الاقتصاديه ايه؟ المشكله الاقتصاديه دايما ان حاجات كتير قوي متنوعه ومتعدده ومتجدده وموارد محدوده وقليله. فالدور المخطط الاقتصادي هو يعمل عملية التناغم والتوفيق والتوازن بين تلك الحاجات القليلة انه يقدر يشبع بها اكبر قدر ممكن من الحاجات، لان اشباع حاجات المواطنين هو بيعكس الرضاء عن الحكومة او الرضاء عن النظام السياسي داخل الدولة. واي نظام سياسي لابد ان يكون عنده البعد الاجتماعي، ده اساس، لان رضاء الشعب عن الحكومة هو اساس لاستمرار هذه الحكومة. وبالتالي الاليات او الوزارة مثلا في ملف زي القمح، اما حصل مشكلة في اوكرانيا بدأنا نعمل بدائل تانية
مع دول تانية عشان نوفر القمح صحيح. محصول استراتيجي. وبالتالي الدولة خدت هذا المنحى في ان هي تبحث عن مصادر بديلة لتوفير هذا المنتج. وبالتالي اذا لم يتوفر القمح عندنا وما لقناش مصادر بديلة كان هيبقى في مشكلة اقتصادية نعاني منها على المدى الطويل والقصير. يبقى اول مشكلة قابلتنا مثلا وليكن كانت القمح حليناها بالطريقة دي، مشكلة سعر الصرف. مشكلة سعر الصرف الدولة اتبعت سياسة التعويم عشان توفر الدولار، عشان تعمل عملية توازن والى اخره. ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال إن أنا أستمر في التعويم بصفة مستمرة، لأن التعويم له آثار سلبية أكتر ما له آثار إيجابية. أنا ممكن ألجأ إليه كحل مؤقت، ولكن كحل على طول لا، ده هيضر الاقتصاد أكتر. ما أنا مش عندي دولار وفي نفس الوقت أنا في حاجة ماسة إليه. ما إحنا بنتكلم في البدائل بقى. البدائل احنا بنتكلم في البدائل إنه يكون عندي دخل منه. زي ما حضرتك قلت تشجيع السياحة، 5 مصادر أساسية اللي إحنا عارفينها: السياحة والتصدير والعمالة الخارجية والكلام ده. إحنا يمكن التصدير بالنسبة لنا يعني متأخر شوية. احنا في بعض البرامج دلوقتي في الموازنة العامة للدولة ان هي بتعمل برنامج لدعم الصناعات الاستراتيجية ودعم الزراعة داخل الاقتصاد القومي. ايضا في تقديم قروض للصناعة والزراعة في الفترة الأخيرة، حتى في قرارات السيد الرئيس يتكلم عن اعفاءات المزارعين. دي احد حاجات مهمة جدا. الفكرة المهمة بقى حضرتك اللي انا عايز اعالج بها المشكلة ديت على الاجل الطويل هي فكرة احلال الواردات. احلال الواردات يعني ايه؟ يعني انا بستورد قمح وبكلفني فاتوره دولار غاليه، يبقى اذا لازم ازود المنتج من المحصول ده. لازم المحاصيل الزيتيه، طب ما انا بستورد 90% من الزيت بتاعي، يبقى لازم ازود المحاصيل الزيتيه، ذره او فول صويا او الى اخره. وانا مش هيكلفني حاجه اما ازرعه في داخل الدوله بتاعتي، ما انا هصرف بالجنيه المصري والعماله مصريه لا، ما هو بيجي يقول لك يعني الردود دايما موجوده يا دكتور. لا، ما اصل احنا هنستورد السماد واحنا هنستورد التقاوي واحنا بص حضرتك في موضوع تصنيع السماد دلوقتي المخلفات الزراعيه كلها بتصنع منها علف وبتصنع منها سماد. حتى الزباله بتصنع منها سماد. احنا عندنا بدائل كتير وحلول ابتكاريه لكل المشاكل. لابد ان احنا يا جماعه نبحث عن البديل المحلي. البديل المحلي ده معناته ايه؟ انا لما يكون بيتي حضرتك ما فيهوش اكل، بدل ما اروح اسال جاري اخد جوله في بيتي تاني، لان ممكن الاقي شويه دقيق في بيتي، ممكن اعمل بيهم شويه قرص فطيره عيش امشي حالي بيهم بدل ما اروح للاقتراض على طول. يبقى اذا لازم ابحث في البديل المحلي اولا. البديل المحلي موجود ومتوافر، واحنا عندنا عقول مبتكره وعقول ما شاء الله عليها ذات نضج علمي وفكري كبير وواسع في كل المجالات، تحديدا مجال الزراعه. عندنا ناس بتزرع القمح في مياه مالحه، عندنا ناس عندها استعداد تزرع القمح في الصحراء الغربيه على السنتي ولا 2 سنتي بتوع الميه اللي بينزلوا. عندنا هقول لك على حاجه، احنا عندنا مشكله في الرز وسعره ارتفع. طب ما احنا عندنا اصلا انتاج الرز بيعدي 3 مليون طن، وده يعني احنا المفروض عندنا اكتفاء ذاتي. المفروض يبقى عندنا اكتفاء ذاتي. انا بقول لحضرتك وبالرغم من ذلك في مشكله. يبقى اذا البديل المحلي مهم جدا في كل السلع الاستراتيجيه. ده هيقفل بيه الفجوه الدولاريه، هيقلل الطلب على الدولار، هيخفض سعر المنتج. النقطه المهمه جدا، انا لما بدعم دلوقتي، ما انت مفكره ان انا بجيب قمح من اوكرانيا او من روسيا او من امريكا او فرنسا، انا بدعم المزارع الامريكي والفرنسي والاوكراني. لا، طب انا اولى بيا ان انا ادعم الفلاح المصري، ما هو ده اللي بيزرع لي القمح، مع ان الجوده بتاعه القمح المصري تفوق كل الانواع دي. وبالتالي كان اولى وجديرا بالحكومه ان هي تهتم بهذا المواطن المصري، تديله الدعم الكافي سواء فيما يتعلق بالاسمده او البذور او تكلفه انتاج الى اخره. القرارات الخاصة بالبنك الزراعي وإطلاق مبادرة لتخفيف عن كاهل صغار المزارعين المتعثرين. طبعا لسه بنتكلم على ان دعم المزارع المصري يجب ان يكون ضمن اولويات الحكومه المصريه. احنا مش معقول ان احنا المصري القديم علم العالم كله زراعه، ان كانت الصحراء الغربيه يعني سله الغذاء للعالم فيما قبل، يعني كنا بناكل العالم بمعنى اصح. ما ينفعش ان انا اجي عليا فتره انا اللي اخد غذائي من العالم او احتاج لغذائي من العالم. المعادله لابد ان هي تعاد المتغيرات بتاعتها، تعاد النظر في كل السياسات الزراعيه. يبقى عندي حاجه اسمها تقييم اداء وزير الزراعه. انت استلمت الوزاره كان عندي 9 مليون مثلا بزرعهم، نهايه الفتره بتاعتك وصلت 10 مليون فدان ولا لا؟ ده تقييم اداء لوزير الزراعه. ايه اللي انجزته كانتاج؟ ايه اللي انجزته في مجال القمح؟ ايه اللي انتجته؟ ايه اللي انجزته في مجال الصناعات الزيتيه او المنتجات دي؟ ايه اللي انتجته في مجال العلف ما احنا عندنا العلف حضرتك مشكلته ايه؟ ان الثروه السمكيه والثروه الداجنه واللحوم ده كله بيعتمد على العلف. طب احنا بنستورد العلف، هل عجزت مصر ان هي تقيم في كل محافظه مصنع للعلف؟ ما ده سؤال. احنا مش عاجزين ان احنا نقيم مصنع للاعلاف في كل محافظه، خاصه ان الاعلاف ده يصلح كالاعلاف.
حتى عود الحطب بتصنع منه علم، عود القطن اللي هو الناشف ده بتصنع منه علم. اي مخلف زراعي يتم تصنيعه واقدر اصنع منه اعلاف. يبقى اذا ان انا اقيم وزير الزراعه والاداء بتاعه ماذا فعلت في هذا الملف. نيجي للفلاح، هل انت راضي عن السياسات الزراعيه ولا غير راضي؟ ما تفرضش على الفلاح سياسه اقول له انت ما تزرعش رز السنه دي. لازم يبقى في تشاور مع الفلاح ومع وزاره الزراعه، لان فرضيه ان انت عندك يبقى فدان يقول لك لا ازرع بس 3 قريت رز والباقي ما تزرعه. طب ليه يا عم؟ يقول لك لا كده. السياسات دي لا، عشان الرز بياخد ميه كبيره. ما احنا كتير. لازم يعني بقى التشاور في توازنات تانية. ما هو لازم يبقى في، يعني في حاجه بتيجي على حساب ما حاجه. انا لازم بس يبقى عندي توازن. ما عندناش رفاهيه ان الميه في المطلق. لا يعني هي العمليه حضرتك هي اعاده الترشيد، اعاده التوازن، اعاده راي الفلاح. ده مهم جدا، لان راي الفلاح هو ادرى بالزراعه مني انا كمخطط ووزير الى اخره. نتمنى ان تتضافر الجهود كلها إن شاء الله. لصالح الاقتصاد المصري. هو بس نسمع الخبراء، نسمع الخبراء في كل مجال، ويبقى الخبير دوت هو رايه اللي ماشي. لان انا بجيب سياسي او بجيب عضو مجلس الشعب هو مش متخصص، هيتكلم في الزراعه ازاي هو مش متخصص؟ يعني وان شاء الله القرارات دي تكون بالفعل تخفيف عن عبء وكاهل المواطن الموجهه لهذه الرعايه لمواجهه الاثار الناجمه عن تداعيات كتير من المشكلات الاقتصاديه. الدكتور رمضان معروف الخبير الاقتصادي، شرفتني وشكرا على وجودك معنا. مشاهدينا بكده انتهى وقتنا. بنشكر حضراتكم على حسن المتابعه. يجدد لقائنا الاسبوع القادم، لكن كل يوم معكم اسره جديده ويوم جديد.